السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بقى يا جماعة نعمل حاجة مسكرة كده مع بعض. لزوم الشتاء وقعدة الدفا كده مع بعض هنعمل ايه الحاجة المميزة دايما في الشتاء بالليل، اللي هي ايه؟ الكيكة. بس هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات عندك في البيت، بأي حاجة متاحة عندك هتعمليها من غير ما تعقدي نفسك وتبقى طلباتها كتير. لا، أي حاجة عندك. يعني أنا عندي حوالي مش هيكمل كوباية سكر، نص كوباية لبن، نص كوباية برتقان، عصير برتقان. ما فيش عصير برتقان هاتي كيس البرتقان اللي هو البودرة اللي هو بتاع العصير التانك ده. يعني أنا آسفة إن أنا قلت الاسم يعني. هاتوه اعملوه عادي، بينفع وبيمشي معاكي. عندك برتقان فريش اعصريه، أو في البتاع اللي هي العصارة اعمليها هيبقى حلو قوي. 3 بيضات، بيكنج باودر وفانيليا. ده المقادير اللي أنا هستعملها مع الدقيق طبعا. ده المقادير اللي أنا هستعملها، مقادير بسيطة وسهلة خالص وبطريقة سهلة وإن شاء الله تعجبكم. يلا نشوف احنا هنعمل ايه. يلا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. أول حاجة هاتي أي بولة معاكي أو أي حاجة بلاستيك، أي حاجة يعني متاحة مش فارقة. نحط شوية زيت. أنا بعملها بزيت يا جماعة على طول، والله بتبقى جميلة قوي. ماشي تمام كده. وهنحط البيض، 3 بيضات اهمت. تمام. وهن بالمضرب بقى وهنعمل نرب البيض كده كويس، وعليها الفانيليا طبعا على البيض عشان الزفارة. خلاص كده مشينا معايا الخطوات، مشي معايا بس بالخطوات ديت وانت هتلاقيها سهلة جدا معاك. الوقت بقى هنضيف السكر اهو. السكر طبعا في ايديك، وانت في ناس ما بتحبش الحاجة مسكرة قوي، في ناس بتحبها مسكرة. لو انت بالنسبة لك كوباية السكر ديت قليلة ممكن تزودي، بس انا بديكي المكونات اللي انت بتعملي بيها، وبعدين الكميه بقى على حسب ما انت عايزه ومحتاجه. دي حاجه ترجع لك انت. بس انا مش ان شاء الله ان شاء الله هعمل لكم طريقه كيكه اي واحده فيكم تقوم تعملها على طول ان شاء الله تبقى ناجحه معاكي وحلوه قوي قوي قوي. طريقه بسيطه وجميله. هنفضل بقى نرب في السكر مع الزيت مع البيض لما يتجانس مع بعض خالص. اهوت شايفين الشكل عامل ازاي. الوقت بقى نحط اللبن. بسم الله اهو. والبرتقان، البرتقان يا جماعة مش شرط أساسي، بس هو بيدي لون حلو معانا وبيخليها ما تبقاش بيضة قوي كده، تبقى إيه لون الأورانج الحلو ده. يعني لو مش عايزة، في ناس ما بتحبش تحط برتقان، بتكتفى باللبن بس. ولو ما عندكيش لبن حطي زبادي عادي، كوباية زبادي بتنفع خالص وبتبقى حلوة. يعني ما تقيديش نفسك لان انا ما عنديش لبن مش هعمل، ما عنديش برتقال مش هعمل. لا، باي مكونات، لبن، اسمه زبادي، برتقال بس من غير لبن، ده او ده ينفع. احنا كده خلاص اهوت هندوب، ما يبقاش فيها سكر خالص. خلاص كده يا جماعه هنبدا بقى نحط الدقيق. الدقيق بصراحه انا ما بعملش معيار، يعني ايه، بحطها كده بيبقى عيني ببقى شايفه السمك اللي انا عايزاه. وعليه كيس البيكنج باودر اهو. وقلبي بقى نشوف السمك اللي احنا عايزينه اهوت. قلبي خليها كلها ممتزجه ببعضها كده. ماشي. انا حطيت دلوقتي حوالي كوبايه ونص، حطيت حوالي كوبايه ونص. الصينيه اللي انا هعملها يا جماعه حطيت فيها حبه زيت. حطيت فيها حبه زيت وحبه دقيق، بطنتها كده بالدقيق خالص اهو. شوفوا ما يبقاش فيها حته خالص، ما يبقاش فيها حته خالص باينه معايا، يعني كلها متبطنه اهو. هنجيب بقى الكيكه بتاعتنا بعد ما وصلت الشكل ده وفضيها في الايه، في الصينيه بالشكل ده اهوت. انا حطيتها في الصينيه اهو. بصي عشان السمك بتاع الكيكه بتاعك يبقى حلو هتحط صباعك الصغير كده لحد اول عقله معاكي. خلاص، لحد اول عقله معاكي وتبقى حلو. الوقت انا مولعه الفرن من اول ما بدات وانا مولعه الفرن. احطها بقى في الرف اللي في النص، بس ما تحاولي انك ما تفتحيش على على الكيكه كتير. لو فتحت عليها كتير بتهبط، لو علت بتهبط. يعني مش قبل نص ساعه انك تفتحي عليها الفرن، حتى لو ريحتها طلعت ما تفتحيش الفرن. فانا هاخدها احطها في الفرن واوريها لكم تاني. اهي يا جماعه بعد الكيكه بتاعتنا ما طلعت اهي، شوف شكلها منافشه وجميله ازاي اهي. انا هقطعها وهوريها لكم. شوفوا لو انتوا شايفين
اهو تقطعها واوريها لكم على طول. اهيت الكيكه بعد ما قطعتها اهي، شوفوا هشه ازاي، شايفين اهي، شايفين جمالها وهشه وعامله ازاي، شوفوا تطلع تاني ازاي اهيت اهو، شايفين اهيت، شفتوا تحفه ازاي، لونها جميل اهو. لو عجبكم بقى الفيديو ده ما تنسوش الاعجاب والاشتراك بالقناه عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تجربوا الطريقه السهله الجميله ديت، ويا رب تعجبكم.